او المواجهه المره دي هتكون من مباراتين، مباراه ذهاب هتقام هنا في القاهره يوم 4 يونيو، ثم مباراه العوده هتقام في الدار البيضاء يوم 11 يونيو. الوداد النهارده ظهر بشخصيه ولا اروع، وانا قلت الحقيقه ويمكن في كتير من ضيوفي سواء على الهواء او حتى بره الهواء لما كنت بتكلم كانت اغلب الناس شايفه انه سان داونز، وهو يستحق بصراحه عشان نكون صريحين يعني، يستحق انه كان يوصل لدوري الابطال، لكن الوصول لمباراه النهائي سيناريو صعب، مش مرتبط بس بالجداره ولا بالكفاءه ولا بالامكانيات. فريق بيلعب كره حلوه ومحترمه ومحدش يقدر ينكر ده، لكن في عوامل تانية كتير جدا، وخصوصا بعد التعادل في كازابلانكا في الدار البيضاء بنتيجه 0-0 الكل قال لك خلصانه خلاص، سان داونز في النهائي مفيش كلام، سان داونز هيفترس الوداد في بريتوريا. لكن شخصيه البطل، شخصيه الوداد اللي انا شخصيا عارفها متاكده، انا كنت مراهن على فوز الوداد، وان كنت انا شخصيا كنت اتمنى وصول سان داونز، لكن الحقيقه في اغلب النقاشات يعني اللي كانت بتدور انه سان داونز في النهائي، كنت بقول لا يا جماعه الوداد عنده فرصه كبيره جدا للتاهل، ويكفيه انه التعادل اللي حصل تعادل سلبي، ده معناه انه لو سجل في شباك سان داونز في بريتوريا يعمل يهز ويرج حسابات سان داونز رأسا على عقب زي ما بيقول، وقد كان. يعني اللي يشوف سيناريو المباراه، اولا سان داونز واجه صعوبه كبيره جدا في ان هو يخترق دفاعات الوداد، وانتهى الشوط الاول بنتيجه 0-0، ثم كان التسجيل سان داونز في الشوط الاول كفيل لو فريق عادي او فريق ما عندوش الشخصيه انه يرجع قدام سان داونز في ملعبه وفي وسط جمهوره اللي طبعا مدرجاته كانت ممتلئه عن اخرها، قدر الوداد انه يتعادل. بعد التعادل بدقائق بسيطه جدا، ده سيناريو المباراه اللي ما شافهاش، بعد تعادل الوداد مع سان داونز بدقائق بسيطه جدا تمكن سان داونز من احراز الهدف الثاني، والوقت المباراه قرب ينتهي، بنتكلم في نص الشوط الثاني تقريبا. عقليه اللاعب اللي تقدر ترجع في مباراه بحجم دور قبل نهائي، مباراه عوده خارج الارض امام فريق تقيل قوي بحجم سان داونز في ملعبه وفي وسط جمهوره، كانت حاضره. دي شخصيه البطل اللي بكلم حضراتكم عليها، والفوارق هنا بتبان، الشخصيه في التوقيت ده وفي الظروف دي بتبان، وقد كان قدر الوداد انه يتعادل او يسجل الهدف الثاني ويتعادل مع سان داونز، واستمرت المباراه على فكره بعد تسجيل الهدف الثاني المباراه. يعني الوداد ما رجعش يدافع زي ما كتير من الناس ممكن تتوقع، لا لعب جيم مفتوح، استحوذ على الكره، منع سان داونز من التواجد في نص ملعبه، وقدر انه يوصل بالمباراه لبر الامان ويحقق مفاجاه من وجهه نظر كتير، لكنها ما كانتش بالنسبه لي مفاجاه. على كل الاحوال مبروك للاشقاء في المغرب، تاهل الوداد والاهلي والوداد الكبيرين في الدور النهائي.